هناخد سؤال على الفيديو اللي فات عشان هنبني عليه في الفيديو دوت. بيقول اوجد مناسيب النقاط الاي والبي والسي والدي والاي والاف. هو مدينا منسوب النقطه ايه جاهزه ب100، وهنا دي لما جه قرأ الجهاز، لما الجهاز الميزان قرأ بواحد، فساعتها الاتش اي هنا هتكون عباره عن ال100 زائد الواحد. فالاتش اي عباره عن 100 زائد واحد، اللي هي عباره عن 101. عايزين نجيب بقى منسوب النقطه بي. منسوب النقطه بي اللي هو الار ال هتساوي الاتش اي ناقص القراءة اللي قرأها الميزان دوت، فهو قرأ 1.5، فيبقى 101 ناقص 1.5 هتطلع 99.5. طيب ماشي، عاوزين نجيب منسوب النقطة سي، فهو قرأناها عن طريق الميزان دوت، طلع قراءة الميزان دوت على المسطرة دي ب2، فمنسوب النقطة سي هيبقى 101 ناقص 2 يطلع ب99. عايزين نجيب منسوب النقطة دي. منسوب النقطة دي هيساوي قراءة عن طريق الميزان دوت، فيبقى 101 ناقص 2.5 يطلع ب98.5. طيب ماشي كده جبنا منسوب النقطة ديت. لما حطينا بقى الميزان الجديد راح قرأ قراءة تانية بواحد، ساعتها الاتش اي بتاعت الجهاز دوت هيبقى عبارة عبارة عن الار ال القديمة بتاعت الجهاز الأولاني زائد القراءة الخلفية اللي قرأها الجهاز الميزان دوت اللي هو قرأ واحد. ف98.5 زائد واحد اللي هي تبقى عبارة عن 99.5، يعني الاتش اي هنا طلع 99.5. هنجيب بقى هو قرأ من هنا عن طريق الميزان دوت طلعت القراءة بنص، فهنجيب منسوب النقطة الاي اللي هي ار ال هتبقى الاتش اي ناقص القراءة، هتبقى 99.5 ناقص نص اللي هي عبارة عن 99. قراءة اف هتبقى اتش اي ناقص القراءة 99.5 ناقص واحد اللي هي عبارة عن 98.5. فهي دي مناسيب النقاط. هو بقى ساعات بيجيب جدول عبارة فيه عن أول خانتين بس، واحنا بنكمل الجدول على أساس الخانتين. فاحنا دلوقتي هنتعلم ازاي نكتب القراءات دي عن طريق جدول، وبعدين هكتب جدول تاني نكمل خانات من غير رسمة وبالجدول. الخانة في الجدول بتكون اسمها ستيشن. خانة الستيشن دي بنكتب فيها النقاط اللي احنا عايزين نجيب المنسوب عندها، يعني عندنا الاي والبي والسي والدي والاي والاف. تاني خانة بتكون عبارة عن الباك سايد. تالت خانة بتكون عبارة عن الانترميديا. تالت خانة بتكون عبارة عن الفرونت سايد. وبعدين رابع خانة بتكون عبارة عن الاتش اي اللي هو منسوب سطح الميزان، وفي الاخر خالص الار ال. هو بقى في المعطيات مدينا ان هو الاي واحد اللي هو الباك سايد، احنا عارفين طبعا الواحد ده هيكون الباك سايد، فاحنا هنروح نحطه هنا عند نقطة ايه. ومدينا 100 اللي هي عبارة عن الار ال، فنحط 100 هنا. احنا بقى على طول بقى هنجيبها عن طريق الجدول، هنقول ان اتش اي عباره عن الباك سايد زائد اللي هو البنش مارك او الار ال ديت عباره عن 100 زائد الواحد اللي هي عباره عن 101. دي المفروض الخانه اللي احنا هنكملها. كده احنا خلصنا النقطه ايه، جبناها جبنا بتاعتها منسوب النقاط. تمام، هنخش بقى على النقطه بي. النقطه بي راح قرأ خانه اللي هي 1.5. انا عايزين نعرف بقى ال1.5 عباره عن ايه، الباك سايد ولا الانترميديا سايد ولا الفرونت سايد. هل هي اول حاجه؟ لا، فهي مش هتكون الباك سايد. طب هل هي اخر حاجه قبل نقل الجهاز؟ لا، هو الجهاز اصلا احنا بنقيس بيه ده اول جهاز ما نقلناهوش، فدي هتكون الانترميديا سايد. فال1.5 ديت هتحطها في ناحيه الانترميديا سايد عند النقطه بي. تمام، فاحنا جبنا هنجيب بقى ايه عايزين نجيب بقى الار ال بتاعت البي. الار ال بتاعت البي هيبقى 101 ناقص ال1.5. عايزين نعرف يعني نحاول نجيبها عن طريق الجدول اللي هي هتبقى الاتش اي ناقص واي اس، فالار ال هتساوي 101 ناقص 1.5 اللي هي عباره عن 99.5. بعدين كده خلصنا النقطه بي. هنشوف النقطه سي. النقطه سي عندنا نقطه 2. هل 2 دي اول نقطه قسنا بيها؟ فهي مش هتكون الباك سايد، لا. طب هل هي اخر نقطه قبل نقل الجهاز؟ لا، دي اخر نقطه قبل الجهاز، فدي هتكون انترميديا سايد. يبقى عند النقطه سي الاتنين هتكون انترميديا سايد. طب عايزين نجيب الار ال بتاعت النقطه سي، هيكون عباره عن الاتش اي الاولانيه 101 ناقص 2. 101 ناقص 2 جبناها ب99. طيب ماشي كده خلصنا النقطه سي. هنخش بعديها على النقطه دي. النقطه دي مدينا فيها نقطه معلومه 2.5. 2.5 ديت نقل جهاز بعديها، فدي هتكون الفرونت سايد. الفرونت سايد بتاعت الجهاز دوت، فهنكتبها فين بقى؟ هنكتبها مع الجهاز
الاولاني ولا نقطه جديده؟ هتبقى نقطه جديده عند الدي، فدي كده 2.5 دي اسمها الفرونت سايد، وبتاعه الجهاز دوت اسمها الباك سايد. هنروح نكتبهم عند الباك سايد. في النقطه دي عباره عن 1، والفرونت سايد عباره عن 2.5. فهنا الدي بقت عندها نقطه تحول، فعاوزين نجيب بقى الار ال للنقطه اللي عندها نقطه تحول قراءتين او نقطه دوران. فهي هتكون عباره عن الاتش اي القديمه بتاع الجهاز القديم قبل ما يتنقل، بتاع الجهاز قبل للنقل، ناقص الفرونت سايد. ريت نحفظ الحته دي. الار ال اللي بتاعت نقطه الدوران بتساوي الاتش اي القديمه ناقص الفرونت سايد، فتبقى 101 ناقص 2.5. هتطلع الار ال عباره عن 98.5. طب لو عايزين نجيب الاتش اي لنقطه الدوران، فاتش اي لنقطه الدوران فهي هتكون عباره عن الار ال اللي جبناها زائد الباك سايد. على طول الاتش اي بتساوي الار ال زائد الباك سايد. فاحنا اول حاجه عند نقطه الدوران، اول ما نقطه الدوران اللي هو عندها قراءتين، فبنجيب اول حاجه الار ال دي عباره عن الاتش اي القديمه ناقص الفرونت سايد، تطلع 98.5. طب انا عايزه اجيب الاتش اي هتساوي الار ال زائد الباك سايد. فالار ال 98.5 زائد 1 اللي هي عباره عن 99.5، فالاتش اي هنا عباره عن 99.5. خلاص بقى احنا هنقيس بقى، احنا خلاص انتقلنا لميزان جديد، فدي الاتش اي بتاعته. فهنبص للنقطه ايه، هو يكون قدامنا جدول كده واحنا بنكمله، مش هيقول يكون قدامنا الرسمه ديت. هنبص بقى للنقطه ايه. النقطه ايه مدينا القراءه بنص. هل النص ديت فرونت سايد ولا انترميديا سايد؟ هي مش اول قراءه فهي مش هتكون باك سايد، ولا اخر قراءه فمش هتكون فرونت سايد، فهي هتكون انترميديا سايد. فالنص ديت عند النقطه ايه هتكون انترميديا سايد. طيب ماشي، عاوزين نجيب الار ال بتكون عباره عن الاتش اي ناقص النص. 99.5 ناقص نص عباره عن 99. خلاص كده جبنا الار ال. طيب الاف القراءه عندها 1، اخر قراءه بتكون الفرونت سايد معروفه، فواحد فقراءتها ب1، فهنحط 1 عند الفرونت سايد. فهنجيب بقى الار ال هتكون 99.5 ناقص الواحد. 99.5 ناقص الواحد عباره عن 98.5. ريت نحفظ الطريقه ديت مهمه جدا. يعني اول حاجه على طول نجيب الار ال، فيكون عباره عن الاتش اي ناقص اي نقطه ناقص الانترميديت سايد او فرونت سايد او اي حاجه، ماشي. بس عند نقطه الدوران بالذات الار ال عباره عن الاتش اي القديمه، الاتش اي اللي هي بتاعه الجهاز القديم ناقص الفرونت سايد، ونجيب الاتش اي بتاعه الجهاز هتكون عباره عن الار اللي احنا جبناها زائد الباك سايد. فهو مدينا جدول الاي وبي والسي والدي والاف. هو مش ادانا على الجدول، ادانا على الكلام كده، بس احنا عاوزين نتدرب على الجدول الاول. فهو مدينا الباك سايد مع اول نقطه لازم يكون عندها الار ال والباك سايد معلومين، احنا بنعتبرها اللي هي البنش مارك او الروبير. فالباك سايد مدولنا بنص والار ال ب100، يعني اكنها كده اول نقطه ب100، وراح مقاس مثلا ميزان كده، راح قاس اول نقطه اسمها الباك سايد قلب بنص، فهنا بنص و100. فهنجيب الاتش اي بتاعت الجهاز دوت عباره عن 100 زائد النص، هتطلع ب100.5. تمام ماشي. فهو مدينا بقيه النقاط كده، وعاوزين نجيب الار ال لبقيه النقاط دي القراءات بتاعتهم. طيب ماشي. البي بيقولك ان هو قرأ 7/10، فساعتها عاوزين نجيب الار ال هيبقى عباره عن الاتش اي القديمه. طالما مفيش فرونت سايد يبقى كده نطمن ان هي مش نقطه دوران اللي هي عليها قراءتين، فهنطرح عادي الاتش اي القديمه ناقص الانترميديا سايد، تبقى 100.5 ناقص 7/10 تطلع ب99.8. طيب ماشي، عايزين نجيب الاتش اي هتكون الار ال. اما ساعتها بقى لو كان في فرونت سايد زي ديت النقطه الانقلاب، فاحنا هنا عايزين نجيب السي الار ال نقطه التحول اللي هتكون عباره عن الاتش اي القديمه ناقص فرونت سايد. الاتش اي في نقطه التحول، نقطه
الاي بي عباره عن الاتش اي ناقص الفرونت سايد. فالاتش اي القديمه اللي هي ب100 ونص ناقص الفرونت سايد للنقطه، فتبقى 100 ونص ناقص 1 ونص. فالار اللي عباره عن الاتش اي ناقص الفرونت سايد، فتبقى الاتش اي القديمه اللي هي ب100 ونص ناقص الفرونت سايد اللي هي 9 من 10، فتبقى 100 ونص ناقص 9 من 10 تطلع ب 99.6 من 10. فاحنا كده جبنا الار ال اللي عندها نقطه انقلاب، فساعتها دايما الاتش اي بتساوي الباك سايد الار ال، فجبنا الار ال ب 99.6 من 10، فساعتها الباك سايد بواحد ونص، فساعتها الاتش اي نقدر نقول ان هي بتساوي 1 ونص زائد 99.6 من 10، تطلع ب 101.1 من 10. طبعا كده جبنا اتش اي الجديده، لان هو ديت كانها كده. هو اول حاجه قرأ الايه، ماشي، ادي عند نقطه ايه، بعد كده عند نقطه بي راح قرأ انترميديا سايد، فدي عند نقطه بي قرأ 7 من 10 انترميديا سايد. بعد كده بقى راحت النقطه في نقطه تانية راح بعديها تم نقل الميزان، فدي قرأت 7 من 10. وبعدين النقطه ديت راح قرأ فرونت سايد للميزان الاخير، اخر قراءه قالها اللي هي كانت ب9 من 10، والميزان دوت اول ما حطيناه راح قرأ قراءه اللي هي الباك سايد عباره عن الواحد ونص. فاحنا جبنا الاتش اي بتاعت الجهاز الجديد، فعن طريق جبنا الار ال ديت، فجبنا الار ال اللي هنا اللي هي عباره عن الاتش اي القديمه اللي هي ال100 ونص، 100 ونص ناقص الفرونت سايد اللي قرأها الجهاز دوت، تبقى 9 ناقص 9 من 10، طلعت طلعناها ب 99.6 من 10. عشان بقى نجيب الاتش اي بتاعت الجهاز الجديد، دايما الاتش اي بتساوي الار ال 99.6 من 10 زائد القراءات اللي قرأها الجهاز دوت اللي هي عباره عن 99.6 من 10 زائد قرأ واحد ونص زائد الواحد ونص ده تطلع ب101.1. بعديها النقطة دي راح قرأ انترميديا سايد ب2، تمام، قرأ انترميديا سايد ب2. عايزين بقى نجيب الار ال، فاحنا عشان نجيب الار ال فهنجيب الاتش اي ديت 101.1 من 10 ناقص 2، فعاوز ار ال هنا في قراءة هنا ب2، فتبقى القراءة هنا ديت مدينا دي 101.1، يبقى 101.1 ناقص 2 ناقص 2 99.1 من 10، يعني الار ال هنا ب99 جاهزه على طول 99.1 من 10. يعني الار ال لما يكونش فيها فرونت سايد بنطرح على طول الاتش اي القديمه ناقص الانترميديت سايد. تمام، هنا بقى فيها معنى كده ان هو نقل الجهاز الميزان. طيب ماشي، عشان نجيب اول حاجه لما بنلاقي نقطه دوران اول حاجه بنعمل ايه، بنجيب الار ال بتكون عباره عن الاتش اي القديمه ناقص الفرونت سايد، فتبقى 101.1 ناقص 2 ونص، هتطلع ب 98.5. فساعتها الاتش اي بقى هتكون عباره عن الاتش اي عباره عن الار ال زائد الباك سايد، هتبقى الواحد زائد 98.5 تطلع ب 99.5. ندخل بقى على النقطه اف. النقطه اف هنطرح الاتش اي ناقص الاي الانترميديت سايد 99.5 ناقص النص عشان نجيب الار ال 99.5 ناقص نص هتبقى عباره عن 99. في الباك سايد عند الجي ب7 من 10، عاوزين نجيب الار ال بتاعتها، فهتبقى عباره عن الاتش اي القديمه 99.5 ناقص 7 من 10. 99.5 ناقص 7 من 10 عباره عن 98 8 من 10. جاي سائل بيقول in the living process take the reading، يعني هو بياخد القراءات من الميزان، اخد القراءة 2 و3 و4 و3 ونص و4 و2 و6 و3 و5 و3 و4 و2. بيقول the level was shifted after the fourth and ninth and reading، يعني هو حصل شيفت، يعني هو نقل الميزان بعد القراءة الرابعة، ادي 1 2 3 4، يعني هو نقل الميزان عند القراءة ديت، وعند القراءة التاسعة 5 6 7 8 9 عند القراءة ديت. عاوز بقى calculate the reading for the other point and check in the work. تعالوا نرسم جدول النقاط دي. يبقى أول خانة النقاط برمز لها برسم بيتي، بعد كده بيكون الباك سايت، وبعدين الانترميديا سايت، اول حاجه اسمها البي تي، بعدين اول حاجه بعدين الباك سايت، وبعدين الانترميديا سايت، وبعدين بيكون في الفرونت سايت، وبعدين بيكون عباره عن الاتش اي، بعد الاتش اي عاوزين نجيب الار ال. ادي الجدول
ادي الجدول حطيت فيه ارقام النقاط. هنشوف بقى اول ريدنج. اول حاجه هتكون الباك سايد، طبعا احنا عارفين اول قراءه بتكون الباك سايد، فهو قال ان الباك سايد هتكون عباره عن 2. تمام. تاني قراءه هتكون 3 بقى، هتكون بعدها الانترميديا سايد. عرفنا ليه ان هي انترميديا سايد، ان هي ولا باك سايد ولا اللي هي حصل عندها اللي هي نقطه دوران. طالما قال شيفتت يبقى 3 دي نقطه دوران و3 دي نقطه دوران. يبقى هنا الانترميديا سايد 3 وبعدين الانترميديا سايد 4. بيقول the level of the first reading level 20، يعني ال RL بتاع اول حاجه اول قراءه 20. حلو اوي. تعالوا نكمل بقيه القراءات. بعدين هنا 4 في القراءه رقم 3. 1 2 3 4 5 6 7. في القراءه رقم 3 في هنا 4. بعدين بقى عند النقطه اللي هي الرابعه اللي حصل فيها شيفتت رقم 3، حصل فيها شيفتت، فدي نقطه الدوران، فدي اخر قراءه. يعني دي اخر قراءة، يعني اخر قراءة هنا حصل فيها شيفتت هنا، فدي اخر قراءة قبل ما ننقل الميزان، فدي هتكون اخر قراءة بتكون الفرونت سايد. فهنكتب هنا عند نقطة 4 اللي هي عبارة عن 3 وفيها الباك سايد عن نفس النقطة ديت، فدي لما حصل عندها نقطة دوران فاكيد عندها قراءتين، الفرونت سايد والباك سايد. الباك سايد بتاعت اول جهاز تبقى تكون 5 على نفس النقطة، لان هي اسمها، هي قال ان هي حصل فيها شيفتد، فطالما حصل فيها شيفتد يبقى عندها نقطتين، الفرونت سايد والباك سايد. احنا كتبنا القراءة 3 و5، فاضل بعد كده الاربعة ولا هي باك ولا فور، فهتكون هي عبارة عن انترميديا سايد. فهنكتب هنا الاربعة ديت عبارة عن النقطة 5 عبارة عن انترميديا سايد، والاتنين ديت عبارة عن انترميديا برضو، والستة ديت طالما ما حصلش عندها شيفتت فهي هتكون برضو انترميديا. عند التلاتة بقى حصل فيها شيفتت، فهتكون عند التلاتة هي دي هتكون اخر قرأت من الجهاز القديم اللي هي هتكون عبارة عن الفور سايد، ونحط في نقطة جديدة نكتب فيها التلاتة. بعديها هتكون الباك سايد بتاع الجهاز الجديد على طول اللي هي عبارة عن 5، فهنكتب عند ناحية الباك سايد نكتب كده 5. بعد ال5 في 3، التلاتة هتكون طبعا انترميديا سايت لان هي ولا باك ولا فور، ولا هي اول قراءة ولا اخر قراءة، فهتكون هي 3. تعالوا بقى نحل الجدول دوت. ال HI عبارة عن ال RL reduced level زائد الباك سايد، فعندنا ال RL هنا ب20 والباك سايد ب2، فتبقى هنا 20 زائد 2 ب22. بعد كده عاوزين نجيب ال RL، هتبقى 22 ناقص 3. 22 ناقص 3 اللي هي عبارة عن 19. وبعدين في هنا 4 انترميديا برضو، فتبقى 22 ناقص 4 ال RL هتبقى عبارة عن 18. بعد كده هنا حصل فيه شيفت، قلنا لما يكون في شيفتت فال RL بتاعت الدوران اللي عندها قراءتين وتبقى ال RL الدوران وتبقى عبارة عن HI قديمة ناقص الفور سايد. فالار اللي هنا تكون عبارة عن ال HI القديمة اللي هي 22 ناقص الفور سايد اللي هي 3. 22 ناقص 3 تبقى عبارة عن 19. وهنضطر نجيب HI جديدة بتاعت الجهاز الجديد اللي حصل عنده شيفت. فال HI هنا هتكون عبارة عن ال HI دايما عبارة عن الباك سايد زائد ال RL. ال RL اللي احنا جبناها ب19، الباك سايد اللي هي ب5، ف19 زائد 5 هتكون عبارة هي ال HI اللي هي تطلع ب24. خلاص دي ال HI بتاعت الجهاز الميزان الجديد. هنجيب بقى ال RL بتاع الجهاز جه بقى عند القراءة 4، فال RL الجديد هتبقى 24 ناقص 4 اللي هي عبارة عن 20. طيب ماشي، طب 24 ناقص 2 للجهاز الجديد هتبقى 22. 24 ناقص 6 تبقى 18. في هنا فرونت سايد وباك سايد، معنى كده ان هنا عند نقطة 3 و5 حصل فيه شيفتت، فهنجيب ال RL هتكون عبارة عن ال HI القديمة 24 ناقص الفرونت سايد 24 ناقص 3 عبارة عن 21 مش 19، عبارة عن 21. ف21 ال RL في ال HI هتكون عبارة عن وبعدين هنجيب ال HI هتكون عبارة عن الباك سايد زائد ال RL، هتطلع ب21 زائد 5 يطلع عبارة عن 26. فلما طرحنا ال24 ناقص 3 هتكون
هتكون عبارة عن 21. 21 بقى زائد الباك سايد، 21 زائد 5 تبقى عبارة عن 26. و26 فدي اتش اي الجديدة، عاوزين نجيب الار ال النقطة 9، فتبقى 26 ناقص 3 هتبقى عبارة عن 23. فبعد القراءات ما حصل شفت عند القراءات 3 و5، ادي التلاتة فين، ادي التلاتة والخمسة. طيب ماشي، في بعدها القراءة 3 و4 و2، فاتت 3 دي هتكون انترميديا سايت، فنكتب 3 هنا انترميديا سايت. بعد التلاتة فيها 4، الأربعة دي هتكون برضو انترميديا سايت، هيكون في هنا الأربعة. واخر قراءة خالص هتكون 2، ف2 دي عبارة عن الفرونت سايت. الفرونت سايت فتتكتب هنا، في هنا 2 دي، ونمسح دي ونبدأ نحل بقى. عاوزين الار ال هنا. في اخر قراءة عبارة عن 26. 26 ناقص 4 ب22، فكده جبناها القراءة ب22 تمام. وبعدين في الفرونت سايد 26 ناقص 2 هتبقى عبارة عن 24. 26 ناقص 2 عبارة عن 24. تمام. لو طرحنا اخر ار ال من اول ار ال فهتكون الار ال الفرق في ار ال اخر ناقص ار ال اول، فهتكون عبارة عن 24 ناقص 20 اللي هي عبارة عن 4. تعالوا نجمع الفرونت سايد مع بعض. تعالوا نجمع الفرونت سايد والباك سايد مع بعض. فالباك سايد مجموع الباك سايد هتساوي 5 و5 ب10 زائد 2 ب12، فمجموع الباك سايد ب12. تعالوا نجمع الفرونت سايد، عبارة عن 3 والتلاتة، التلاتة والتلاتة ب6 و2 عبارة عن 8. طيب الفرونت سايد عبارة عن 8، فلو طرحنا الباك سايد ناقص الفرونت سايد 12 ناقص 8 تطلع ب4، اللي هو بتساوي الار ال ناقص ار اخر. طالما الار ال ناقص ار اخر بتساوي 4 والباك سايد ناقص الفرونت سايد بتساوي 4، يبقى اذا الجدول سليم. تيك ذا ريدنج، يعني هو في عملية الميزانية راح اخد القراءات 2 و3 و4 و2 و5 و3 و4 و2 و4 3 2 1 3. The level was shifted after the 4th and 8th and 11 reading، يعني هو حصل شيفتد بعد القراءة الرابعة 1 2 3 4 دي القراءة الرابعة، وحصل شيفتد بعد القراءة الثامنة يعني الرابعة، ادي 5 6 7 8 حصل شيفتد هنا. بعد القراءة ال11 فهتكون هنا 8 9 10 11 وحصل شيفتد هنا. فإن أغير دي آخر قراءة أخدها من الميزان القديم وجاب ميزان جديد. إذا ليفل في البوينت نمبر 5 إذا 20 مدينا البنش مارك اللي هو للليفل رقم نقطة رقم 5 بيساوي 20. 1 2 3 4 5 اللي هي ديت ب20. تعالوا نعمل جدول. يعني حصل شيفت عند 1 2 3 4 شيفت عند القراءة ديت، 5 6 7 8 القراءة ديت، 9 10 11 القراءة دي، حصل شيفت هنا في القراءات ديت. تمام. هنروح نعمل جدول. اول جدول حاجة هنسميها النقاط ولكن نسميها البي تي، وبعدين تاني حاجة هنسميها الباك سايت، وبعدين الانترميديا سايت، وبعدين الفور سايت، وبعدين عبارة عن الاتش اي، وبعدين عبارة عن الار ال اللي هو الاليفيشن اللي هو عاوزه نكتب بقى النقاط. دي 1 النقطة الأولى 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أول قراءة هتكون طبعا الباك سايت. أول قراءة دايما معروفة إن هي بتكون عبارة عن الباك سايت اللي هي عبارة عن 2. تاني قراءة لو هي مش حصل عندها شيفتد فهتكون انترميديا سايت، يعني التلاتة دي هتكون انترميديا سايت والأربعة انترميديا سايت. عند 2 حصل شيفتد فالاتنين ديت هتكون عبارة عن الفور سايت، والخمسة ديت القراءة اللي بعديها هتكون عبارة عن الباك سايت.
لان الاتنين حصل عندها شيفت، معنى كده ان هي اخر قراءه اتاخدت من الجهاز القديم، واخر قراءه اتاخدت من الجهاز القديم عباره عن الفور سايت، والقراءه اللي بعديها على طول هتكون القراءه الجديده من الجهاز الجديد. واول ما حطينا الجهاز الجديد بناخد قراءه الباك سايد، فاخدنا على طول الاتنين والخمسه مع بعض. بعديها التلاتة والاربعة هيكونوا عباره عن انترميديا سايت، نكتبهم كده على طول. بعد التلاتة والاربعة عند الاتنين والاربعة حصل في شيفت، فهنروح نكتب على طول الاتنين عند الفور سايت والاربعة عند الباك سايت، وبعدين 3 انترميديا سايت، وبعدين بيقول تاني حصل في شيفت عند الاتنين، فهناخد الاتنين عند الفور سايت والواحد عند الباك سايت. فتبقى هنا 2 و1. واخر قراءة دايما بتكون عبارة عن الفور سايت، وهنكتب هنا 3 عند الفور سايت. وهو بيقول ان عند النقطة رقم 5 اللي هو القراءة ديت، عند القراءة for the point number 5، ادي 1 2 3 4 5، يعني القراءة الخامسة. الليفل بتاعها ب20، فاحنا هندور على القراءة الخامسة 1 2 3 4 5، ادي النقطة 5 اهي. النقطة 5 اهي في القراءة عندها ال طلعت ب20. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو مدينا ال هنا ب20، طب احنا كنا بنجيب ال هنا ازاي؟ هي دي نقطة حصل عندها شيفت، فبنقول عند ال اللي حصل عندها دوران، اللي عندها قراءتين، فبنقول عبارة عن هي ال HI القديمة، زائد HI القديمة ناقص الفور سايت. طب ال HI القديمة مش معانا، احنا عاوزينها ال RL اللي حصل عندها دوران، هو عندها معطى ب20، ال HI دي عاوزينها ناقص الفور سايت. الفور سايت بكام اللي حصل عندها اهي ب2، يبقى ال HI عبارة عن 20 زائد الاتنين عبارة عن 22. فهنكتب هنا ال HI القديمة يعني اللي هي اول واحدة ب22، ال HI هنا ب22، فال ال HI اصلا قانونها اللي هي بتساوي الباك سايد زائد ال RL، فال RL هتكون عبارة عن ال HI ناقص الباك سايد، فتبقى 22 ناقص الاتنين اللي هي RL هنا تكون عبارة عن 20. طيب ماشي، عايزين نجيب ال RL اللي هنا، تبقى 22 ناقص 3 تبقى عبارة عن 19. 22 ناقص 4 تبقى عبارة عن 18. وبعدين نقطة حصل فيها شيفتد، فاحنا محتاجين نجيب ال HI الجديدة، فقلنا ال HI الجديدة هتتجاب هنا عبارة عن ال RL اللي جبناها، ال HI الجديدة اللي هنجيبها ال RL اللي احنا جبناها دي زائد الباك سايت، و RL اللي احنا معانا اصلا ب20 سايت ب5 عبارة عن 5 ب20، يبقى دي النقطة خلاص الجديدة اللي احنا هنشتغل عليها. فعاوزين RL اللي هنا، فتبقى 25 ناقص 3 هتكون عبارة عن 22، 25 ناقص 4 هتكون عبارة عن 21. حصل هنا نقطة فيها شيفتت، فمحتاجين نجيب ال RL الجديدة. RL لنقطة الدوران عبارة عن ال HI قديمة ناقص الفور سايد، ف HI القديمة اللي هي اخر HI اللي هي عبارة عن 25 ناقص الفور سايد ب2، 25 ناقص 2 يعني RL عبارة عن 23، ف RL هنا عبارة عن 23. ال HI بقى هتكون عبارة عن RL اللي احنا لسه جايبينها زائد الباك سايد، 23 زائد 4 عبارة عن 27. هنشتغل بقى على ال HI الجديدة ديت، فهنجيب ال RL عبارة عن 27 ناقص الانترميديا سايد، 27 ناقص 3 عبارة عن 24. في 24 في حصل هنا 2 و1 فور سايد وباك سايد، يبقى حصل هنا شيفتد. فطيب محتاجين نجيب ال RL الجديدة تكون ال HI القديمة 27 ناقص الفرونت سايد، ف27 ناقص 2 تبقى عبارة عن 25. طيب ال HI الجديدة عبارة عن ال RL لسه جايبينها زائد الباك سايد، ف25 زائد الواحد عبارة عن 26. هنجيب ال RL النقطة رقم 10، فهتبقى عبارة عن ال HI الجديدة ناقص 3، 26 ناقص 3 عبارة عن 23. تعالوا بقى نتحقق من الجدول دوت، عبارة عن بيقول ان RL last ناقص RL first بيساوي سيجما الباك سايد ناقص سيجما الفرونت سايد. تعالوا نتحقق.
ضرب اللاست ب23. 23 ناقص 20، اول واحده 23 ناقص 20 يعني هيطلع ب3. تعالوا نجمع الباك سايد والفرونت سايد. الباك سايد 2 و5 5 و4 9 و1 10 دي 12، فالباك سايد هنا ب12 يعني بيطلع 3. والفرونت سايد هيبقى عبارة عن 2 و2 4 6 6 و3 9، يبقى 12 ناقص 9 10 11 12، يبقى 3 برضه. 3 بيساوي 3 يبقى هو كده جدولنا صح. في حاجة بس عاوزة عنها ان هو في السؤال قال والشيفتد افتر النقاط ال4 وال8، فاعتبرنا 1 2 3 4 واخدنا النقط 2 و5 ال2 فرونت سايد وال5 باك سايد، يعني حصل شيفت بداية عند الاتنين. طب لو قال بيفور النقاط ديت فساعتها مش هناخد الاتنين، هناخد ال4، تبقى مش هناخد 2 و5، هناخد ال4 وال2، وهناخد ال4 وال2 هنا، بدل ال2 وال4 هناخد 4 و2. فاول ما اقول افتر يبقى ناخد النقطة اللي هو قال عندها فور سايد واللي بعديها باك سايد.